السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس الرابع الصف السابع المنهاج السوري مع فريال قواعد اللغة الفعل الصحيح والمعتل. الفعل الصحيح هو الفعل الذي خلت حروفه الأصلية من حرف العلة، وأحرف العلة ثلاثة هي الألف والواو والياء. يعني الفعل الصحيح يعني كلمة ما فيها أحرف علة، وأحرف العلة هن الألف والواو والياء، والألف والواو والياء اسم الأحرف العلة. للفعل الصحيح ثلاث أنواع. أولا الفعل السالم ما كانت حروفه خالية من الهمزة والتضعيف، يعني كلمة ما فيها لا همزة ولا شدة. والفعل المهموز ما كان أحد حروفه الأصلية همزة، يعني من الكلمة في حرف فوق همزة. والفعل المضاعف ما كان أحد حروفه مضاعفا، يعني في من الكلمة في حرف فيه فوق شدة. والفعل المعتل هو الفعل الذي كان أحد حروفه الأصلية حرف علة، يعني من الكلمة في حرف علة، لهيك بنسمي هاي الكلمة الفعل المعتل. الفعل المعتل وفق موقع حرف العلة، يعني وين الحرف العلي بالجملة الكلمة. ثلاث أنواع هي الفعل المثال، مثال يعني ما كان أول الحرف حرف علة، ما كان أوله حرف علة، يعني كلمة أولها في حرف علة. والمثال المعتل الأجواف ما كان أوسطه حرف علة، مثل يعني صام، يعني مثلا أوسطه يعني صام، مثل صام. هاي ألف، ما أنه لك الألف هاي حرف علة وهي بالنص، لهيك بنسميها أجوف. تمام، خلينا نكفي. طيب هون المعتل الناقص ما كان آخره حرف علة، مثل دنا، تمام، دنا آخره دنا. وهاي بنقول لا معتل ولا صحيح. معتل طبعا لأنه فيه ألف، والألف من أحرف العلة. وهاي كتير سهلة، كتير. القاعدة العامة للدرس، وهاي القاعدة لازم تحفظوها. الفعل الصحيح هو الفعل الذي خلت حروفه الأصلية من حروف العلة، يعني ما فيها حرف علة، وأحرف العلة هن ثلاثة الألف والواو والياء. والفعل المعتل هو الفعل الذي كان أحد حروفه الأصلية حرف علة، يعني من الكلمة في ألف أو واو أو ياء. للفعل الصحيح ثلاث أنواع. الفعل المهموز يعني فيه همزة للكلمة، والفعل المضاعف يعني من الفعل في حرف فوق شدة. والفعل السالم ما فيه لا شدة ولا همزة. للفعل المعتل ثلاث أنواع كمان، هي المعتل المثال يعني أوله حرف علة، والأجوف أوسطه، والناقص آخره. وهيك بكون انتهى الدرس. لا تنسوا تحطولنا لايك واشتركوا بقناتي وتضغطوا على زر التنبيه مشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام.